السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل كده ايه، طاجن جمبري، وهعمل لكم كمان ايه، جمبري كده بتتبيلة جميلة وهنحمره في الزيت. يعني لو الجمبرية صغيرة جدا معاكي بالتتبيلة اللي هنعملها هتضاعف يعني ايه حجمها. ده يعني انا قسمت الجمبري نصين دوت بقشره، هعمله طاجن. والنص التاني دون انا قشرته بس شلت القشرة اللي في النص وسبت الديل والراس. جبنا الطاسة على النار، هنزل كده بحوالي معلقتين من الزيت، معلقتين كبار. وطبعا انا مقطعه ايه الخضار اللي هعمله بالطاجن. هنشوح كده الخضار بتاع الطاجن. معايا بصلايه كبيره مقطعاها جوانح بالشكل ده، هشوحها كده لغايه ايه ما البصله تبقى ايه يعني تدبل كده معانا. وكمان هنزل بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، وهشوحهم كده تشويحه بسيطه كده مع بعض. بعد ما البصلايه كده تدبل معانا كده يعني ايه، ما نسويهاش يعني ما تاخدش لون، يعني تدبل حاجه بسيطه كده، ننزل ايه بالطماطم، بحبايتين الطماطم. وبرده معايا فلفل كده مقطعاه قطع صغيره. يبقى ده الخضار بتاع الطاجن، بصل وطماطم وفلفل ومعلقه توم، نص معلقه من الملح، نص معلقه فلفل اسود، وكمان نص معلقه كمون. وما بحتاجش للطاجن بتاع الجمبري اكتر من البهارات دي، يعني ملح وكمون وفلفل اسود. هنقلبهم كلهم كده مع بعض كويس جدا. هنقلبهم تقليبة بسيطة كده مع بعض. شايفين ما شاء الله خضار ريحته جميلة جدا. الطريقة دي جميلة جدا جدا، ما تاخدش معاكي وقت في الفرن. لو انت هتحطيه كله ني في ني وتدخلي الطاجن الفرن هياخد معاكي وقت شوية وسوا. اما الطريقة دي ما تاخدش معاكي 5 دقايق في الفرن. طبعا انا غسلة الجمبري، غسلاه ونقعاه في الليمون علشان ريحة الزفارة، فبعصر عليه ليمونة كده، ويعني بسيبه شوية وبعد كده بشطفه، بيبقى زي الفل. هنشوح بقى ايه الجمبري مع الخضار بتاعنا بالشكل دون لغاية ما الجمبري ياخد اللون ايه المحمر بتاعه كده، يعني اللون ده يتغير ويبقى لونه ايه محمر شوية. احنا الخضار بتاعنا كده ما شاء الله جاهز. شايفين الجمبري وشايفين الخضار؟ ولا ريحته بقى يا جماعة، الريحة ما اقدرش اقول لكم بقى على الريحة وجمالها. يعني الريحة تجنن يعني بطريقة ما اقدرش اقول لكم عليها غير لما تجربوا بنفسكم ايه وتقولوا لي. حاجة كده جميلة جدا جدا. كده احنا سوينا الخضار وكمان سوينا الجمبري نص سوا، يعني نص سوا كده. هنجهز الطاجن بتاعنا. هنزل بقى ايه بالجمبري وبالخضار بالشكل دون. احلى طاجن جمبري ممكن تعمليه. شايفين ما شاء الله تحفة، وريحته جميلة جدا جدا. وينفع بأي جمبري، يعني جمبري متوسط، جمبري يعني مش شرط يكون جمبري كبير او جامبو او لا، يعني ممكن تعمليه بأي جمبري موجود عندك. هننزله في الطاجن بالشكل دون ونحاول ايه نظبطه بظهر المعلقة كده نظبطيه. وهنحط له بس حوالي كوباية من المية. لو حابة الشوربة بتاعة الجمبري ممكن تحط كوبايتين من المية، وتدخليه الفرن على الصاجة كده من تحت وتسيبيه يستوي ايه براحته، مش هياخد 10 دقايق معاكي. هنا جبت حلة عبال ما الجمبري بقى طاجن الجمبري يستوي. جبت حلة على النار ونزلت كده ايه قطعت بصلاية كده متوسطة علشان نعمل الرز بقى. هنقطع البصلاية بالشكل دون عشان نعمل رز الصيادية بتاعنا الجميل اللي هيتاكل بقى ايه مع طاجن الجمبري والجمبري المحمر بقى، يعني أكلة كده ايه ممتعة يعني. لا إله إلا الله. هنضيف له كده حوالي كوبايتين يعني معلقتين من الزيت. معلش يا جماعة يعني مخرفة شوية.
وهنسيب البصلايه دي بتاعتنا دي لغايه ايه ما تاخد اللون البني الجميل، اللون يعني الغامق شويه علشان الصياديه. طبعا رز الصياديه بنحبه مع السمك المقلي، مع الطواجن بيبقى جميل جدا، يعني عموما مع الاسماك عموما يعني. شايفين ما شاء الله البصله هي بدأت يعني ايه تاخد اللون معانا. لسه عايزة كمان شوية كمان تغمق شوية، ما بتبقاش لونها فاتح كده يا جماعة، بنغمقها كمان شوية علشان ايه تاخد اللون الجميل بتاع الصيادية. ايوه بالشكل ده. خلاص احنا كده خلصنا من البصلة، خدت اللون اللي انا عايزاه. نزلت كده بطماطمايه مقطعاها مكعبات صغيرة، واشوحها كده مع البصلاية كده علشان دي بتدي طعم جميل قوي قوي للرز. ما نحط كده طماطمايه مقطعه كده مع البصله بتدي طعم جميل جدا ولون حلو قوي للرز. هنزل كده بحوالي معلقه كبيره من الملح، معلقه كده من الكمون، ونص معلقه من الفلفل الاسود، وهقلبهم كده تقليبه مع بعض، الطماطمايه كده مع البصله مع البهارات. هبدا انزل كده ايه بالميه على قد المقدار اللي انت عايزاه، على قد كميه الرز اللي انت هتعمليه. انا حطيت حوالي كوبايتين كبار من الميه، وهغطي عليها لغايه ايه ما الشوربه كده ايه او الميه بتاعتنا كده تغلي. هبدا بقى اجيب مصفى كده قديمه عندي واشيل ايه الطماطم والبصل، علشان انا ما احبهمش يبقوا ظاهرين في الرز. خلاص خدنا اللون بتاعهم بقى، خلاص بقى ايه نطلعهم كده بالشكل ده. هنطلعهم بالشكل دوت. خلاص ونتاكد ان كله طلع. نبدا بقى نغسل الرز بقى غسله كويسه ونصفيه، ونبدا بقى ننزل بيه بالرز بتاعنا كميه الرز اللي انت عايزاه. هتظبطي ميه الرز على حسب الرز اللي انت حاطاه. ما شاء الله لونه وطعم جميل جدا. هنغطي عليها لغايه ايه ما الرز يتشرب كل الميه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هغطي عليه واوطي النار. شايفين علشان ميته مظبوطه، الرز مفلفل وجميل ازاي. تظبطي ميه الرز يطلع معاكي مفلفل وما يطلعش معجن خالص، للناس اللي بتشتكي ايه من الرز اللي بيعجن. تظبطي الميه هيطلع معاكي زي الفل. غطينا عليه ووطينا النار وسيبناه ايه يستوي براحته. هنا معايا بولة كده حطيت فيها معلقة كبيرة من الثوم المفروم. هنعمل التتبيلة بقى بتاعت ايه الجمبري اللي احنا هنحمره في الزيت. وكمان حطيت حوالي ربع معلقة من الملح، ربع معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الكمون. انا بحب الكمون يبقى اكتر مع السمك او الجمبري. وكمان هنزل بحوالي ربع معلقة من الشطة، ولو مش حابة الشطة ممكن ايه تبدليها ببابريكا لو مش بتحبوا الحاجة الحراقة يعني. دي خلطة التوم بتاع اللي احنا ايه هنتبل الجمبري بتاعنا اللي احنا هنحمره فيها. يبقى ايه معلقة كبيرة من التوم، نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الكمون، ونعصر ليمونة. وكمان حطيت تحطي بابريكا او تحطي شطة زي ما انت عايزة. وكمان ربع معلقة من الثوم البودر. هنا عصرنا ليمونة كاملة. هنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، كل البهارات مع الثوم مع الليمون. الله على الريحة يا جماعة، تحفة، ريحته بصراحة تحفة. تتبيلة الثوم دي جميلة جدا جدا. هتتبل بقى ايه الجمبري وهتخلي طعمه روعة يعني. شايفين انا غسلاه ومطلعه الكيس الرملي زي ما انتوا شايفين كده. انا سايبه ايه الديل والراس، ويعني شايله بس ايه القشره اللي في النص بس.
هنزل كده ايه بنص الكمية، نص كمية التوم اللي انا عاملاه دون. هقلبه كده مع ايه، مع الجمبري، واسيب النص التاني هحتاجه في ايه، في الخلطة التانية اللي انا هعملها، ايه التتبيلة التانية اللي انا هعملها للجمبري. هنا معايا كوبايتين من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. هنزل كده بايه، بربع معلقة من الملح، وكمان ربع معلقة من الكمون. احنا هنا ايه بنتبل الدقيق يا جماعة اللي هنحط فيه ايه الجمبري. حطيت هنا برضو ربع معلقة من الشطة وربع معلقة من الفلفل الاسود، وكمان هضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وكمان معلقتين كبار من النشا، وده مهم جدا، يعني مهم ان احنا نحط معلقتين من النشا مع ايه، مع كوباية الدقيق. وبنحط كوباية الدقيق دي على حسب الكمية اللي احنا عاملينها من الجمبري، لو انت عاملة جمبري اكتر بتضاعف الكمية. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها على جنب وهاجي بقى للكوباية التانية. هنزل كده بايه، يعني حوالي 3 معالق كده من المية. هنزل تدريجيا، يعني اجيب كوباية مية جنبي وانزل ايه حبة بحبة. انا عايزة الخليط بتاعي يعني الدقيق ده يكون ايه، عجينة، بس عجينة سايلة، يعني تكون زي عجينة الكيكة كده، يعني ما تكونش سايلة قوي ولا تكون ايه جامدة قوي. هنزل بالمية كده حبة حبة لغاية ايه ما اظبط ايه القوام بتاع الايه الدقيق اللي ايه اللي انا عايزاه. مش عايزين العجينة دي مش عايزينها لا تكون سائلة قوي ولا تكون جامدة قوي، يعني وسط كده زي ما انتوا شايفين كده، شايفين عاملة ازاي. ونقلبها كويس جدا، وانزل كده بايه بنص كمية التوم اللي انا ايه عملت بيها بالبهارات اللي انا بقيتها على الخليط بتاعي كده، على الدقيق اللي انا ايه فكيته كده بالمية. وهنقلبهم كده مع بعض. طبعا التتبيلة دي جميلة جدا، التوم مع البهارات مع الدقيق حاجة كده روعة، بيخلي يعني ريحة الخلطة دي ريحتها جميلة جدا. ده هيبقى ايه الغلاف بتاع الجمبري من بره، فلازم يكون متبل تتبيلة كويسة جدا عشان تديلك طعم حلو قوي. هنزل اول حاجة هنا في التتبيلة السائلة اللي انا عاملاها، وبعدين هنزل بالدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. هرجع انزل هنا تاني، يعني تعملي الحكاية دي مرتين كده. وهنكرر بقى، يعني نعمل واحدة كمان مع بعض. هنزل كده في الدقيق اللي انا عاملاه سائل دون، وبعد كده هنزل ايه في الدقيق التاني اللي انا متبلاه بالبهارات. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي. الغلاف دون بيبقى متبل بالثوم والبهارات، بيدي طعم تحفة. هنا معايا طاسة على النار حاطة فيها الزيت، وهنزل كده بواحدة واحدة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. ما تحاوليش تملي الطاسة على اخرها، لا يعني ايه سيبي بينهم فراغ كده علشان تعرفي تقلبيهم براحتك. طبعا هتنزليهم اول حاجة في زيت مغلي، وبعدين تبداي بقى توطي ايه، تخلي النار وسط علشان ما يتحرقش منك ويديكي لون كده ذهبي جميل. شايفين ما شاء الله، يعني الجمبرية حتى لو هي صغيرة مع التتبيلة الكفر اللي احنا عاملينه من بره دون، هتحسي ان الجمبري كبر كده خالص وبقى يعني حجمه اكبر. شايفين ما شاء الله عامل ازاي. يعني الجمبري اللي انا كنت عاملاه دون ما كانش كبير قوي، يعني وسط كده، ولكن يعني شايفين بالتتبيلة تحفة والطعم روعة، يعني الطعم هيعجبهم جدا يعني. الكفر الخارجي متبل بالثوم والبهارات،
يعني حاجة جميلة جدا، طعمه يعني اكتر من رائع بصراحة. اول ما تحسي كده ان ايه، ان يعني لونه كده بقى ذهبي من تحت، بتبداي ايه تقلبيهم كلهم كده بالشكل ده، وتخلي بالك وتوطي، يعني تخلي النار وسط علشان ما يتحرقش منك. شايفين ما شاء الله الجمبرية عاملة ازاي، تحفة، مقرمشة جدا، ومن جوه مستوية ازاي، والكفر من بره مقرمش جدا يعني، وتحفة بصراحة. شايفين ما شاء الله الجمبرية بقت قد ايه، يعني كانت صغيرة جدا، يعني الكفر خلاها كده محترمة، يعني خلى الجمبرية كبيرة كده وشكلها حلو مع الرز الصيادية اللي احنا عملناه. وشايفين طاجن الجمبري، ريحته بقى ما اقدرش اقول لكم الريحة بقى، يعني حتى الشوربة المتبقية منه اكتر من روعة. وهنا بقية الجمبري اللي انا عملته محمرة معاكم، وهنا بصل وطماطم وخيار، وكمان الفاكهة بتاعتنا النهاردة. أكلة في منتهى الجمال بصراحة، يعني روعة. حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.